انت دلوقتي قاعد بتفكر تغير حاجة في حياتك، شغلانة، عادة، حتى نوع القهوة اللي بتشربها كل يوم. وفي نفس اللحظة في صوت جوه دماغك بيقولك خليك زي ما انت، عارف ان التغيير هيفيدك، بس برضه مش بتتحرك. الناس بتفسر ده بالكسل، بس الإجابة الحقيقية أغرب من كده بكتير. دماغك مش بيكرهك، دماغك بيحميك من خطر ما عندوش أي علاقة بالحياة اللي انت عايشها دلوقتي. خلينا نرجع بعيد، مليون سنة. مفيش مباني، مفيش طرق، مفيش حد عارف بكرة هيجيب ايه. الإنسان اللي عاش وينجح ما عندوش رفاهية إنه يجرب حاجات جديدة. نبات جديد ممكن يكون سم، طريق جديد ممكن يوديه لحيوان مفترس. اللي عاش هو اللي خاف من المجهول وفضل قريب من اللي يعرفه. الباحث دانييل كانمان اللي أخد نوبل في الاقتصاد لقى مع زميله عموس تافريسكي إن دماغ الإنسان بيحس بالخسارة أقوى من إحساسه بالكسب بمرتين تقريبا. الفكرة دي اسمها كراهية الخسارة. فلما تفكر تغير شغلانتك، دماغك مش بيحسب الفايدة اللي هتكسبها، بيحسب الاستقرار اللي هتخسره. حتى لو الاستقرار ده مش سعيد، دماغك بيفضله على المجهول. بس ازاي دماغك بيقرر ان حاجة معروفة وحاجة تانية مجهولة؟ في جزء صغير في مخك اسمه القشرة الجزرية، بيراقب كل حاجة بتحصلك بشكل متكرر وبيبني توقع منها. لما تحاول تكسر النموذج ده حتى لو التغيير كويس، دماغك بيبعت إشارة قلق. فاكر أول مرة قدت عربية، قلبك كان بيدق بسرعة، مش لأن في خطر حقيقي، لكن لأن دماغك ما كانش عنده نموذج جاهز للموقف. بعد أسابيع القلق اختفى، مش لأن الموقف اتغير، لأن دماغك بقى عنده نموذج جديد. وهنا الجزء الغريب، لو دماغك قادر يبني نماذج جديدة، ليه يفضل بيقاوم حتى بعد ما يجرب التغيير ويلاقيه كويس؟ الباحثة وندي وود، أستاذة علم النفس في جامعة جنوب كاليفورنيا، لقت إن حوالي 43% من قراراتنا اليومية بتتاخد من غير تفكير واعي خالص. عادات مش قرارات. والعادة من منظور الدماغ هي أرخص طريقة للبقاء، لأنها بتوفر طاقة. المخ بيمثل 2% بس من وزن جسمك، بس بياخد حوالي 20% من طاقتك. فأي فرصة يوفر بيها طاقة دماغك هياخدها من غير ما تحس، وأي محاولة تكسر عادة هتقابل مقاومة. بس في حاجة تانية. الباحثة سوزانا هيركولانو هوزيل اللي درست عدد الخلايا العصبية في مخوخ مختلفة، وضحت إن مخ الإنسان معمول عشان يستهلك طاقة قليلة نسبياً مقابل عدد ضخم من الخلايا العصبية. وده اللي خلاه قادر يتعلم ويتأقلم بسرعة غير مسبوقة بين الكائنات. يعني الإنسان مش بس مخلوق بيخاف من التغيير، هو كمان أكتر مخلوق قادر عليه لو عرف يستخدم الأداة دي صح. فالمعادلة مش دماغك ضدك، عندك نظامين بيشتغلوا مع بعض، نظام قديم بيحمي الاستقرار ونظام حديث قادر يتعلم بسرعة. المشكلة إن النظام القديم بيتكلم بصوت أعلى، خصوصا في أول لحظة من أي قرار. وده بيوضح ليه أول يوم في أي تغيير بيكون أصعب يوم، مش لأن التغيير صعب، لكن لأن دماغك في أعلى حالة تأهب ضد المجهول. يبقى السؤال مش إزاي أوقف الخوف من التغيير، السؤال الصح هو إزاي أخلي دماغي يعدي أول مرحلة من الغرابة بأسرع وقت. والإجابة بسيطة، التكرار. مش القرار الضخم ومش الحماس اللي بيروح بعد يومين. التكرار الصغير المستمر هو اللي بيبني النموذج الجديد جوه دماغك، وهو اللي بيخلي أي تغيير يبطل مجهول ويبقى عادي. فكر في أي حاجة أنت خايف تبدأها دلوقتي، مش لازم تاخد قرار ضخم من أول يوم. كل اللي محتاجه دماغك هو تكرار صغير يخليه يبني نموذج جديد بدل القديم. الخطوة الأولى مش هتبقى مريحة، مش المفروض تبقى مريحة، هي بس المفروض تتكرر. وفي المرة الجاية اللي هتحس فيها إنك عايز تتراجع، افتكر إن الصوت ده مش بيقولك إنك غلطان، هو بس بيقولك إن دماغك القديم لسه مبنيش نموذج جديد. الصوت ده مش عدوك، هو حارس قديم بيشتغل بقواعد عالم اختفى من زمان. وإنت دلوقتي قاعد بتفكر تغير حاجة في حياتك. الفرق الوحيد إنك دلوقتي عارف إن الصوت اللي بيقولك خليك زي ما إنت مش عدو، ومش دليل على إنك ضعيف، هو مجرد نظام قديم بيحاول يحميك من عالم ما بقاش موجود. وإنت اللي هتقرر تسمع له ولا تدي دماغك فرصة يبني نموذج جديد.